يقال كان الكلب ذات يوم بين الرياض غارقا في النوم، فجاء من ورائه الثعبان منتفخا كأنه الشيطان، وهم أن يغير بالأمين بفرقة الورقاء للمسكين، ونزلت توا تغيث الكلب فنقرته نقأة فهبا. أحمد الله على السلامة، أبلح الجميل للحمامة، إذ مرمى مر من السكان ثم لكل والبستان. فسبق الكلب لتلك الشجرة لينذر الطير كما قد أنذر، واتخذ النبح له علامة فنهضت حديثه الحمام.